بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح النهارده يا جماعة طريقة الغلق الآمن في الميكروتك على اليوتيوب وعلى جوجل، عشان بس ما حد يقدر يبحث بطريقة بحث معينة، نجيب مواقع البحث اللي احنا كنا عارفينها ونقفلها عن طريق الدي ان اس الستاتيك. طيب مع بعض نشوف الطريقة ازاي. اولا يا جماعة نفتح الميكروتك بتاعنا اهوت ونختار اي بي دي ان اس، ونكتب الايبيهات الدي ان اس بتاعت النورتون ديت اللي هي بتاعت الحمايه هيت بتشيل الحجم، تمام، ديت عشان المواقع الاباحيه نكتبها او ما نكتبهاش او نعملها بتاعت جوجل، بس اهم حاجه نكتب ايه دي بتاعت غلق المواقع الاباحيه اهي، تمام. بعد كده هنختار كلمه ستاتيك ونيجي هنا كده يا جماعه اول حاجه نعمل ادد اضافه هنختار كلمه جوجل، هنكتب في اول اختيار هنا كلمه جوجل COIID ونكتب البورت ده او الاي بي بتاع البحث الامن اللي هو 216.239.32.20 واوكي، ونعمل كمان اضافه ونكتب جوجل بس www.google.com ونفس النظام بالظبط 216.239.38.120 ونعمل اوكي، ونعمل كمان اضافه ونختار جوجل بتاعت مصر www.google.com.eg زي ما مكتوب كده بالظبط يا جماعه 216.239.38.120 واوكي. كمان اضافه لليوتيوب يا جماعه نكتب موقع اليوتيوب هنا في النيم ونختار نكتب الادرس بتاعها اللي هو 216.239.38.120 واوكي. طيب نجرب الكلام ده يا جماعه، هنعمل انيبل اللي انا كنت عملته اهو، انيبل للكلام ده اهو، هنجرب كده ونجرب كده ونفتح عندنا هنا كده جوجل اهي، هنكتب كلمة الإباحية دي اهي، لم ينجح البحث، لم ينجح بحثك عن الكلمة في إظهار أي نتائج أيا كانت كلمة البحث الإباحية أو في الصور أو في الفيديو أو أي حاجة، مش هيجيب لك أي نتائج. في ناس قالت لي يا جماعة لو احنا خدنا الموقع وكتبناه فوق هيفتح، احنا بنتكلم على قفل المواقع في البحث، ما بنتكلمش على الفتح في هنا، لان قلت اكتبوا الدي ان اس بتاع النورتون عشان محدش يكتب موقع من تحت ويكتبه فوق. حتى لو كتبته من فوق من هنا كده اهو ودوست انتر هي نفس البحث بالظبط، انا بحثت فوق هي بحثت تحت. لو انا كتبت الموقع من هنا لفوق لازم اكتب الموقع بتاع النورتون دي ان اس. طيب نختار اليوتيوب مثلا اهو، نفتح موقع اليوتيوب ونبحث برضو عنه عن المواقع الإباحية، نفس الكلمة اهي هيطلع لي البحث كله مفيش. طيب نرجع لجوجل تاني ونقفل الاربع مواقع اللي احنا كنا جبناهم في الدي ان اس اهم ونعمل لهم ايقاف للبحث الآمن ونكتب الكلمة دي كده اهي. يا جماعة لو احنا قفلنا الاربع مواقع دول اللي احنا كنا عملناهم نعمل ريستارت للسيرفر ريبوت ونرجع نفتح المواقع بتاعتنا تاني هتفتح معانا تاني، فاحنا مش عايزينها تفتح. فده بتاع البحث الآمن اللي احنا كنا اتكلمنا عنه، اغلاق البحث الآمن.